تخيل معايا انك واقف في صحراء ما فيهاش صوت ولا نفس، وحتى حركة الهواء مش موجودة. بس فجأة تحس ان في حاجة غريبة بتراقبك من فوق. تبص للسما تلاقي كل النجوم بتنور عادي ما عدا واحدة، نورها زيادة جدا وعمالة تقرب منك، لحد ما مرة واحدة اتحولت لجسم ضخم بيشق السما كأنه وحش نازل يصطاد فريسته. يوم سنة 1975 الطيار العسكري تشارلز المودي كان واقف بعربيته في صحراء في أمريكا. كان بيتفرج على مذنب بيعدي في السماء، بس فجأة لقى جسم غريب ومضيء بدأ يقرب منه بسرعة مش طبيعية. طبعا تشارلز حاول يركب عربيته ويجري، بس للأسف اتجمد في مكانه واغمى عليه على طول، والنور بعدها غطى كل حاجة، والوقت كأنه اتسحب من حواليه. ولما فاق لقى نفسه واقف في نفس المكان اللي كان موجود فيه، والجسم الغريب ده اختفى. بس الصدمة بقى إنه جاي يبص في الساعة بتاعته، لقى ساعة ونص من يومه اختفت. طيب إيه اللي حصل؟ ولا راح فين؟ بس للأسف ما افتكرش أي حاجة. وتاني يوم جسمه بدأ ينهار، وجع شديد في ظهره وعلامات غريبة على ايده ورقبته. طبعا راح لدكاترة وعمل فحوصات كتير، وكذا حد قال له يعمل جلسات تأمل يمكن يهدى، بس للأسف التأمل ما هدهوش. التأمل فتح ليه باب ذكريات مرعبة. شاف نفسه جوه مركبة غريبة، كائنات عجيبة حواليه، طويلة ومش شبه البني آدمين، مش بيتكلموا لكن صوتهم بيرن في دماغه. بيقولوله انت مش أسير، لكن لو وافقت تساعدنا هنوريك أسرار عمرك ما شفتها. وفعلا أخدوه جولة جوه المركبة، شاف أجهزة وأدوات مش ممكن تكون بشرية. التكنولوجيا دي أكبر من خيال أي إنسان. وقبل ما الجولة ما تخلص سمع الجملة اللي شلته في مكانه. قالوله احنا مش هنرجع للأرض إلا بعد 20 سنة. طبعا تشارلز خرج من كل الذكريات دي وهو تايه. ليه 20 سنة بالظبط؟ راجعين ليه؟ ويا ترى ايه اللي كانوا بيجهزوله؟ وساعتها قصته انتشرت ما بين الناس، بس طبعا مش كل الناس صدقت اللي هو كان بيقوله. في ناس قالت ان هو اكيد تعرض لهلاوس كتير نتيجة للتجارب اللي كانت بتحصل في الصحراء، وناس تانية قالت لا لا، ده اكيد عشان عايز يتشهر، خاصة وهو ظهر في برامج كتيرة جدا قبلها. وأكيد كلنا بنسأل نفسنا دلوقتي سؤال، 20 سنة عدت خلاص، هل هما فعلا مرجعوش ولا رجعوا وموجودين ما بينا من غير ما نحس؟